فلسطيني ترك فلسطين وذهب إلى الأردن، فعاتبته لأنه لم يرسم خارطة لطريق العودة. فأقول له: في جفون سنبلة مثقلة بالحنين ترونني بعيدا هناك أنا ووحدي، ورغم التماعات العيون فأنا على بعد دمعة ما زالت على الحدود. على سفح الحزن بقيت أهز جذع الغربة، لكنني ما زلت أسمع حفيف دالية، ودالية شجرة العنب، لكني ما زلت أسمع حفيف دالية يراقصها الهواء هناك في حوش الدار. فيا أهلي الطيبين، لم يمت من مات جميعا، وأنا سئمت بكاء أرصفا ورطوبة المنافذ وأظنني عائد. فلكم مني السلام الأخير، فاطمئنوا وطمئنونا عنكم، فإن قلمي يصل إلى ما بعد يافا. مليت؟ أنا جاهز للتوقف هنا. طيب. الشعر الأخير بقي لبناني. هذا خالد الجبار، الأستاذ الدكتور خالد الجبار. هو المتفزر؟ لا المتفزر علي شمس الدين. الدكتور مسعد زياد مش فيهم ولا؟ والله احنا البرنامج بس ارجع من عندكم اتوجه لبنان استئناف الحلقه رقم 96 في البرنامج، وقد صورت اخر وجبه 8 حلقات. ذهبت الى النخلات التي كان يتمشى ابو القاسم الشابي يسري حنينا وانينا بين تلك النخلات في الجليد التونسي في توزة تحديدا. فذهبت هناك يعني على وقع خطواته وأناته ألتقي شعراء، فالتقيت 8 من الشعراء من مصر ومن ألمانيا ومن العراق ومن تونس وإلى آخره، وواحد منهم كان القاسم الشابي عمه. قلت: كيف لا يكون برنامج على زناد الكلمة هناك وكل الأمة العربية تردد كلمتين ما زال ميدان التحرير ينبض بهما الشعب يريد، وما زالت تلك النخلات تسعفكم بالمزيد، نخلات أبو القاسم الشابي حين قال: إن الشعب يوما أراد الحياة. فذهبت أريد الحياة من أجل مشاهدي برنامج على زناد الكلمة، فجئت بهذه الحلقات 8. على كل أنتقل إلى شاعر هذا شاعر غنائي. أقول: الأرض باقية، لكن ضيفنا ينقله الحنين من سفر إلى سفر. بدأت بالقراءة كي أتذكر الضيف. في يده مفتاح بيته الذي لا زال يحمله رغم عطش النرجسات التي تربت معه في قريته واستحمت من مدى الصخور الشاهدة على صمود الجدود وعودة الأحفاد عندما يعود للأرض عشب الحقيقة. حارس الذكريات ما زال يرنق التلال البعيدة التي سهرت لآلام تثور مع المساء. حينذاك تكون قصائده كهر وجدانية تأخذنا إلى انزياحات لغوية طازجة وإلى اندياحات الموسيقى الداخلية، فيطلع الصباح وتشدو الطيور النشيطة وينتظر الفنانون كلماته ملحنة متراقصة على وتر المفجرة. شاعرنا اليوم أسس فنا ورعى فرقا، فرأى عيون الدامعين متأثرة بقصائده التي جابت بلاد الغربة، وكان الوفاء من أهله في وطنه بتلحين الكثير من كلماته. في تلك اللحظة ما أصعب أن تصف مهرجان مشاعره وهو يسمعهم من مطلات بعيدة تحرق دمعه. حنينه الدائم إلى رائحة الوطن وأسواره العتيق حنينه الدائم إلى رائحة الوطن وأسواره العتيقة ومغاني الصبا التي تركها هناك جعلته يكتب القصيدة التحريضية
ويملأ مفاصلها بكل ألوان الغضب والتحدي، لكنه فجأة ينحني 1000 عام أمام كبرياء الوطن. هذا الشاعر اسمه سعد الدين شاهين فلسطيني. أختم بشاعر وخاتمة. طيب أنا مستعد للأسئلة عن البرنامج إذا شئت في بعض التفصيل. شاعر فلسطيني من أهم القامات الشعرية الفلسطينية التي نبت شجر شعره في دلتا مصر وارتوى من هذا النيل العظيم الذي هو هبة مصر وهبة الشعر. الشاعر عز الدين مناصرة. الشاعر عز الدين مناصرة من مدينة الخليل المشهورة بالعنب الدابوقي، وهي وريثة غزة في المقاومة والجهاد على مدى تاريخ فلسطين. النصر وإنه يعلم الخليل، النصر زمان يعلم الخليل. نعم. زمان كده. وله غنائية مشهورة اسمها الأخبار حسناه، وله أغنية مصرية لم أسمعها قط في حياتي، والأهوى مرة على الصواني مثل الأغاني. طيب، وهو مشهور بالأسطرة وبتفسيح العامي. والشاعر عز الدين مناصرة فاز في جوائز عديدة حتى تفوق على شعراء فرنسا وألمانيا وبريطانيا في بعض التصفيات. هذا الرجل من خلال المقدمة تعرفون أيضا بعض التفصيلات، وأنا لا أكتب مقدمة دون أن يهديني الشاعر كل ما كتب وأقرأ له تقريبا كل ما كتب وما كتب عنه، وأرجع إلى رسائل الماجستير والدكتوراه التي ألفت عنه وأحضر بعضها إلى الاستوديو احتراما للشاعر. هذا الشاعر الفلسطيني عز الدين مناصر الذي عاش في تربة مصر، قصائده ثورية وإن كانت غير منبرية. وإن كان مناصر شاعر الثورة الفلسطينية، هذا لقبه، شاعر رفض التأمرك ورفض التأسرل وبقي مرافقا على الإمام الكبير. أقول: حين نكون في غابة الألوان والصور نحس برذاذ لغته التي لا تحصدها القواميس، نرى رماح الشوق غرست سؤالا وسياجا واحدا يحرس ذاكرة الوطن، يصرخ بأعلى ثقته بالأخضر كالفناع، يلوح ضيفنا بكفيه حتى يتعب إلا من حمل سلة العنب. عشه هو نعشه الذي غسلت ذنوبه أمطار الوطن، يرمي حجرا في وجه المرتدين وفي وجه الذين يحاولون أن يعبثوا بثوبنا الفلسطيني المطرز. وفي آخر المساء يحدث: كنعان يا عزيزي المستحيل، بريدك بطيء، بريدك بطيء، فخذ قهوتك السمراء وخذ رسائلي لأهلي، وإن لم تستطع فخذ جسدي إلى فلسطين. على كل أريد أن أخاطب مجموعة من الشعراء بآخر رسالة أحملها. هؤلاء الشعراء الذين يرتحلون أقول فيهم: رحلة لرجل واحد بقلب واحد وبقلم مسافر، يعود دائما من رحلة خيال مستحيلة ليسأل الوطن: كم جرح استطعت أن تعيش؟ كم جندي يتسكع فيك وهو مطمئن إلى بندقيته ويرقب مشهدنا العربي الجديد من خلال نجمته السداسية؟ كم غريب ما زال يبحث عن شبه له في تاريخك وفي آثارك. لكن أيها الوطن الحبيب، تدري أنني شاعر غربة، أكتب من داخلك
وأواطن فيك، أرى تقدم جدران الحصار، وأرى أهلنا لا يتراجعون. لكن الموبايل لا هو موبايل، لو في حد يقفل الموبايل خلاص استاذ سمير يعني يكون أسهل. استاذ سمير بس لم يكفيه. طيب، أنا هون بتكلم عن شاعر داخل فلسطين وخرج منها. كم جندي يتسكع فيك وهو مطمئن إلى بندقيته ويرقب مشهدنا العربي الجديد من خلال نجمته السداسية. كم غريب ما زال يبحث في تاريخك عن شبه له في تاريخك وفي آثارك. لكن أيها الوطن الحبيب، تدري أنني شاعر غربة، أكتب من داخلك وأواطن فيك، أرى تقدم جدران الحصار، وأرى أهلنا لا يتراجعون. لكن حين ينام المفاوضون يكون أبناؤك أخبارا عاجلة، يحرسون الفجر، يرقبون العابرين وراء عشب الدار. وطن الحبيب، هل ما زلت تنتظرنا؟ هل نستحقك؟ وهل ستعرفنا؟ هل بقي كل شيء كما هو رغم صمت الغربة؟ هل بقي المسجد المسكون بالسرو المبلل بإبريق التلاوة وتحته حصير متوضئ من ندى التين والبرتقال؟ هل بقيت نوافذ جدي مشرعة في تراب قبره؟ يا وطن الحبيب، لو يعرف ضيفنا اليوم كم سنة بقيت في جوازات العبور، كم عدو سوف يقتات أعشاب القبور. أنت تعرف يا وطن كم قصيدة سنكتب قبل أن نلتقي. على كل يعني قد نمر على دمعة احتراق ونرى بقعة دم أو زفرة تفور بين الكلمات، وقد نجد حرفا يرتعد أو بطلا يتغنى به الشعراء، فنعرف أن كل ذلك هو بعض رصيدنا في الطريق، ونعرف أن هذا هو الأدب الفلسطيني، ونعرف أن ضيوفنا يخلدون المقاومة وحب الوطن فيخلدون. هذه مشاركتي معكم. طبعا أنا أول مرة أدخل مدينة الزقازيق، شعور بالنسبة لي مميز. أنا لا أحب بلاد الغربة مهما كانت مرتبة ومهما كانت الغابات الإسمنتية فيها لامعة. أحب طينة الأرض والبشرة السمراء التي أنتمي إليها بعيوني الخضراء. دلوقتي نبدأ في مداخلات. أظن هيكون في مداخلات كثيرة، لأن ما بيننا وبين فلسطين كثير، ما بيننا وبين الثقافة الفلسطينية كثير. فلسطين حاضرة الآن بقوة في المشهد السياسي المصري وفي الشارع المصري. أظن المداخلات ستكون كثيرة، أرجو التزام الوقت. المداخلة 3 دقائق على الأكثر حتى لا نعطل ضيوفنا إن شاء الله. تفضل. الباشمهندس عطية شواش، الشاعر، شاعر العامية، نقول ايه يا استاذ عطية؟ المشاكس. شكرا لحضراتكم، شرفتونا مصر بشكل عام والقوم الشهير. الحقيقة خلونا نتفق ان المبدع او الشاعر بشكل خاص هو محرض من الدرجة الأولى والمعلم، قد يكون في أشد حالاته فاعل أيضا فيما يقوم. أيضا أتفق على أهمية الثقافة بشكل عام في الوطن العربي دون استثناء. مش مسألة ملزمة في فلسطين بالتحديد، ولكن احنا لدينا حاجة شديدة إلى رؤى مختلفة
أيضا. ولكن أيضا المثقف بشكل عام لا يحرك بلد بقدر ما يحركها المقاتل أو المناضل. قد يكون له دورا، ولكن الدور الأساسي في القضايا ذات في القضايا المصيرية هي دور المناضل ودور المقاتل، ويبقى دور الأديب في إطار التحريض أو الدفع. الحقيقة أنا عندي سؤال، لماذا معظم مثقفي فلسطين وشعراءها بالتحديد مشتركين جميعا في صفة مهاجر؟ معظمهم. فلسطين لدينا بالنسبة لنا في مصر هو جرح دائم وجرح عميق. أيضا تحولت فلسطين أو تحول الجرح الفلسطيني إلى ما يشبه حائط المبكى، لأننا أظن أن العرب بأيديهم هم الذين أضاعوا فلسطين على نفس القدر تماما، إن لم يكن يزيد. ما فعله المستعمر في فلسطين فعل أكثر منه العرب وحكام العرب أيضا. أيضا أنا أظن لدي قناعة أن كامب ديفيد وكامب ديفيد بالتحديد، كامب ديفيد هي التي زجت بالقضية الفلسطينية إلى قبضة أكثر إظلاما مما كانت. هذه الرأي قد يختلف مع البعض فيها، لكن هذه قناعات. أنا لدي عندي سؤال مهم قوي. في فلسطين بعد أن كان الفلسطينيين يتصارعون على حقوق الوطن، أصبحوا الآن يتصارعون على امتلاك الوطن. هذا هو الحادث على امتلاك الوطن، هذا هو الحادث الآن. ده سؤال لحضرتك أستاذ سمير. أستاذنا، من أين تبث قناتك؟ من أين تبث قناتك؟ شكرا لحضرتك. طيب أنا بسيطة كلها وبعدين نجيب سؤالك يا أستاذة السؤال ما تفقدش طريقها. سؤال وإذا عنده تعليق الأستاذ سمير أولا على نفس السؤال يكون يعني زي دردشة، لأنه إحنا إذا كانوا جالسين مع أهلنا ببيت وهذا معنا الصالون الأدبي بميت أجمل، يعني كأنه كله بالدردشة. هو الأستاذ عطية له سؤالان. السؤال الأول: لماذا معظم شعراء فلسطين اشتركوا في صفة المهاجر معظمهم؟ ولماذا أصبح المثقف الفلسطيني بعد أن كان يتصارع مع زميله على حب الوطن أصبح يتصارع على امتلاك الوطن؟ سؤال الدكتور عمر: من أين تبث قناة القدس؟ شكرا أستاذ عطية. لماذا المثقف يعني هو مش يعني أنا أريد أن أصحح حقيقة التدقيق، هو لاجئ ونازح أو سميه ما شئت، ربما لأن المهاجر قد يعود برغبته أما اللاجئ فلا. أتحدث عن نفسي. ولدت في الكويت بعد أن سقطت يعني أراضي 67 بيد الكيان الصهيوني. كان والدي يعمل هناك ولم يتمكن من العودة هو والأسرة. هذا حال عدد من الناس كثر. الآن بعد الانتهاء سنهدي باسم بيت فلسطين للشعر الأعمال الشعرية الكاملة طبعت بعد الشاعر يحيى برزق. كان يذهب إلى الوطن قبل 67، بعد ذلك بعد سقوط 67 لم يعد باستطاعته الرجوع إلى غزة. نتمنى طبعا هذه أمنية لا شك، ولكن يعني نتحدث عن 7 ملايين فلسطيني يعني الآن موجودين خارج فلسطين. لا شك إذا كان هناك 100 مثقف أو 1000 شاعر وأديب حتما هذا رقم ضخم. أتفق معك أن هناك خلل في المشروع السياسي الفلسطيني، الواقع الفلسطيني، وهذا أدى إلى كثير من الأمراض على أرض الواقع، وأدى إلى أمراض في الوضع الثقافي وأمراض في الوضع السياسي وغيره. وأنا أدير مؤسسة بيت فلسطين للشعر.
واجه عدد من الإفرازات السلبية التي نتج عنها الانقسام السياسي الفلسطيني، وإن كنت أتفق معك في أن الحل هو المقاومة، وأي مشروع سياسي لا يقوم على رد الحقوق بالمقاومة هو مشروع غير مجدي، وقد جربناه في فلسطين منذ عام 94. شكرا لك أستاذ عطية. طيب القدس، أنا بدي أتدخل بالإجابة يا شارك زميلي. السؤال لحضرتك أين تبث؟ راح أرجع لهذا عشان ما نكسرش الخط النفسي للسؤال. أولا أشكر الأستاذ عطية شواش على هذا الموضوع، وأحب أن أؤكد على أن المثقف هو أدوم من السياسي، ويجب أن نؤمن بهذا إلى حد الاعتقاد الحار، أن المثقف أدوم من السياسي بكثير وأصدق. اثنين، قد لا أتفق مع الأستاذ عطية أنه شعراء فلسطين هاجروا، بدليل أنه كبار الشعراء ما يعني إما مات على أرض فلسطين مثل محمود درويش، القسام عز الدين القسام كان شاعرا وله قصائد، بعض القصيدة المتناولين السيف والمناولين. أيضا محمود عبد الرحيم محمود عبد نعم. معظم الذين استشهدوا اغتيالا في فلسطين هناك مثل الدكتور عبد الخالق العاف وغيره جمع أشعاره. معظم قيادات فلسطين الذين استشهدوا غدرا وريدة لهم دواوين شعر موجودة الآن في أرفف فلسطين. اثنين، يعني على موضوع المقاومة ذكره الأستاذ سمير، يعني الحاج أمين الحسيني لما دخل على وزراء الدفاع العرب قال لهم أنا أقود ثورة وأريد السلاح. وزير الدفاع العراقي في ذلك الوقت قال له تريد سلاح؟ خذ هذه القنبلة، بق استهتارا بكل القضية الفلسطينية بهذا الصوت وبهذه الإشارة. اثنين، يعني الموضوع اللي ذكرته أيضا مهم جدا، في عليه دليل إنه الجرح الغائر الآن في موضوع المصالح الذي ترعاه مصر، يعني لابد أن نؤمن بما حصل قبل 3 أشهر، وهو حرب حجارة السجيل. كانت يعني رفعت رؤوس الناس في الأعالي، وخرجت المظاهرات في الضفة بشكل لا يتوقع تؤيد المقاومة وتؤيد دك تل أبيب، وكذلك خرجت في غزة من الأعلام الصفراء والخضراء أيضا ما يفوق التوقعات كلها. وبالتالي المشكلة والفيتو على المصالحة الفلسطينية هو فيتو إسرائيلي أمريكي وأحيانا عربي، وهناك تنسيق أمني هو الوصفة السحرية لإبطال كل مصالحة. وأنا في أحد برامجي سألت ضيفا كريما مصريا عالما كبيرا كيف يعتقلون شخصا في مصر بتهمة التنسيق الأمني أو بتهمة التخابر مع العدو الصهيوني، ويكون قادته في فنادق 5 نجوم هناك مرة أو مرتين أو 3 في الأسبوع. كيف يفهم هذا السؤال؟ طيب، لا يوجد إجابة. طيب، السؤال عن الإعلام وقناة القدس. قناة القدس الفضائية انطلقت قبل 5 سنوات، وكانت على الهواء في أول تجربة. كان لي الشرف أن أكون أول مذيع يكون على الهواء أثناء تجربة البث. والقناة ترخيصها في لندن، والاستديوهات الرئيسية في غزة، عفوا في بيروت، ولها في فلسطين عدة مكاتب واستديوهات، وكذلك في تركيا وفي مصر وفي مجموعة من الدول. لكن أريد أن أقول نقطة جميلة، يعني بعد انطلاقة قناة القدس ب40 يوما فقط صارت حرب الفرقان في غزة، حرب الفرقان اللي يسموها اليهود الرصاص المصبوب.
فكانت قناة القدس تعطي كلين فيد يعني بدون إشارة القدس مجانا ل 22 قناة فضائية بما فيهم الجزيرة، تعطيهم اللقطات مجانا. فمن هنا ارتفعت أسهم القناة ولم تحرص على المال في البداية، وكنت أتمنى لو أنها استمرت بنفس الوتيرة. لكن أي مشروع ناجح في بلادنا العربية يعني يحاولون وضع شكرا. طيب مداخلة الدكتور صبري. بسم الله الرحمن الرحيم. نشكر الأستاذ سامر عطية والأستاذ عمر، وأنا أعتذر جئت متأخرا، دعوة وصلتني منذ يومين، ولكن السفر القاهرة وتعب السفر وزحام السفر جئت غير يعني غير تركيز يعني، ولكن سعدت سعادة غامرة. لا عند الكل بقى والله. كنت يعني الصحراوي للأسف وأكثر. المهم طبعا سعدت الحديث الأستاذ سامر عطية حديثا مرتبا عن فلسطين في الشعر العربي والشعر المصري. وأنا أقول بصفتي في الجامعة ليست هناك رسالة عن أي شاعر إلا وفيها عن فلسطين، لأن مثلا الاتجاه السياسي، الاتجاه القومي، الاتجاه الوطني، قضايا العروة والإسلام، أي شيء حتى في المضامين وفي الرؤى تأتي فلسطين. بل أنا ناقشت رسالة عن فلسطين في الشعر المصري الحديث الدكتور محمد سلمان، وهو الآن في ماجستير سنة 94، والآن رئيس النشر في الهيئة العامة للكتاب، وطبع الكتاب في الهيئة العامة للكتاب أيضا. فلسطين في الشعر المصري الحديث منذ عام 94، يعني قرابة 18 سنة كانت سنة ماجستير يعني. في مثلا كنا في مكة المكرمة عن اتجاهات الشعر الفلسطيني السعودي في فلسطين، رسالة برضه ماجستير أيضا، يعني ماذا قال أجيال الشعراء السعوديين الذين تكلموا عن فلسطين. فطبعا فلسطين يعني في القلب يعني طبعا يعني، وللأسف يعني يمكن أقول إن الشعراء على خلاف مع الأستاذ عطية، الشعراء يعني كافحوا أكثر من السياسيين وأكثر من العسكريين في فلسطين بكلماتهم منذ وعد بلفور حتى الآن. طبعا ولكن وأذكر خاصة الشاعر علي محمود طه، وللأسف أخي جواد الظالمون المدى في حق الجاد وحق الفدا غنى عبد الوهاب. بحثت في ديوان علي محمود طه لم أجد القصيدة، قصيدة مغناة ومشهورة ويحفظها الجميع، ولكنها غير موجودة في الديوان، ولا أدري لماذا حذفت من ديوان الشاعر في أعماله الكاملة. وأيضا الشاعر محمود حسن إسماعيل له قصيدة أيضا رائعة بعد 67 كالمطلع سيظل ينهش في عروق ثارها حتى تكبر للسماء ديارها. قصيدة طويلة جدا وقررت على طلبة الثانوية العامة عندنا غالبا في سنة 70 أو 72 إلى غير ذلك. المهم طبعا فلسطين يعني لو طلعنا ديوان فلسطين في الشعر العربي مجلدات، ودي يمكن اختراع لو هناك مؤسسة من مؤسسات الثقافة العربية مثل البباطين أو مثل العويس أو غيرها، هناك يعني أناس خيرون كثيرون في العالم العربي. أعتقد في مصر ما عندناش حد من رجال الأعمال عنده هذا الوعي يعني، وأقولها بكل صراحة. إنما رجال الأعمال العرب بعضهم أو الشيخ خوجة اللي في جدة بيعمل إقليمية يعني صالون ثقافة عنده ضخم جدا. ممكن مؤسسة عربية تتبنى ديوان فلسطين بس في الشارع العربي، مجلدات ومن جميع الدول العربية، ولو يعني ننفذ هذا المشروع سيكون مشروعا رائدا يعني. وبرضه ترتيب الأستاذ سمير كده ترتيب التاريخ حسب في كل مرحلة لها طعمها السياسي وطعمها الثقافي. نعم. بالنسبة للذكرى فيها يعني مش مناسبة، لا يعني رؤى الأجيال تشكل. كلامنا عن فلسطين الآن يختلف عن كلام عبد الرحمن محمود، يختلف عن كلام أحمد محرم، يختلف عن كلام شوقي. كل جيل له رؤى معينة كده موجودة، بل في كل بلد تجد له نظرة فلسطين. وأنا بقول بكل أسف كنت في السعودية وألقيت هذه القصيدة التي ذكرت لنا نموذج الشهيد والسلام الذبيح صعودا صعودا إلى سدرة المنتهى فإن السلام الذي يزعمون انتهى. وكنا في ندوة كده صالون ثقافي، فأقول يا أخي ما حد عم يكتب الكلام ده الآن، ليه
قال لي فلسطين والقدس دي خلاص اصبحت نلعبه قديمه. قلت له انت اللي قديم وانت المبتدئ وانت المتبلد والله بقى اخر سعودي يعني. فازاي يعني يصل الاحساس عند بعض الناس ان الكلام عن فلسطين اصبح كده كلام يعني معاد ومكرور وما عادش له لازمه يعني. كان خلاص الموضوع انتهى مع فيعني وجودكم ووجود الشعراء والادباء وايضا بعض المخلصين من الساسه وبعض الابطال والمقاومه التي هي في البلد نفسها، فده يعني يعطي للشباب المعاصر، لان ناسف ان كثيرا من شبابنا منذ 90 الى الان ال20 سنه اللي فاتوا دول الشباب الصغير لم يعد يشعر بالقضيه اطلاقا، ورسخ في كثير من الدول العربيه كل واحد مسؤول عن بلد. يعني انا دافع عن نفسي بس وحدودي، يعني ما له مال فلسطين، ما له مال العراق، ما له مال ليبيا. اصبح الشعور القومي وشعور الامه ده اصلا ضعف عند الشباب الصغير. فنريد هذه الصحوه من جديد بمثل هذه البرامج وهذه الزيارات الكثيره. ولي سؤال ورد في كلمه الاستاذ عمر، ده شاعر فتحاوي او شاعر حمساوي. انا اقول هذه التسميه تنتهي، او شاعر فلسطيني. انما فتحاوي وحمساوي وتقسيمنا الى برضه هذا، رغم يعني احترامي لمبادئ الفريقين ويعني حماس بالذات لها يعني انطلاقه عظيمه، ولكن لو اريد ان يترسخ في ذهن الشباب ان حماس فريق مقابل او مضاد لفتح، واريد يعني توحيد الكلمه وتوحيد صف بلاد فلسطين بلد يعني قضيه العرب بل الاسلام كله. يعني الاندونيسيين والماليزيين يشعرون بفلسطين قد يكون اكثر من كثير من العرب. شكرا لكم. استاذ عبد الرحمن اتفضل. هو معلش سؤالي تكميلي لسؤال الدكتور صابر عبد الدايم. طبعا انا معرفتي بالاستاذ سمير بقى فتره طويله، وتشرفت بالعمل معهم في اني بكتب في مجله العوده فلسطين في الكاريكاتير المصري. النهارده وصلنا تعالي دعوه بعد الميدان، تعالي دعوه وبرسم لهم في موقع فلسطين بيت فلسطين للشعر في كل عدد شاعر الشهر. فبرضه ارجع اقول له يعني سؤال برضه قد يكون لقائنا النهارده بالدكتور صابر عبد الدايم وهو ادرى بشعراء مصر في الفتره الحديثه اللي كتبوا دوت وشعراء انه يكون بقى فتح جديد لبيت فلسطين للشعر، لان لما يكون كل مره بنتناول شاعر كتب عن فلسطين، وحتى انا كنت طرحت عليك الشهر اللي فات الدكتور حسن حتفوت لان ليه قصايد وفي نفس الوقت ليه تجربه للحرب في فلسطين وكتاب عن الحرب في فلسطين، وكان طبيب في عام 48. ان في شعراء كتير جدا في مصر عموما يعني، وده برضه دور وجودكم هنا، كتبوا قصايد كتير جدا عن فلسطين، ومنهم من عاش ومات ولا ينشر الا ديوان الدواوين، ومنهم من نشرت له دواوينه في مكتبات صغيره او دور نشر صغيره ولم تظهر على الساحه، وليهم قصائد عملاقه، ومنهم من شعراء الحداثه ومنهم فقد يكون وجودكم دور يدي دور جديد لبيت فلسطين للشعر للتنقيب عن هؤلاء الشعراء، ويكون اسراء للموقع. طيب نجيب سؤال بسؤال. طيب الدكتور صابر طرح عدة نقاط لو هناك تعقيب، يعني هل هناك مؤسسة مثلا ممكن أن تتولى ديوان فلسطين أو ما يتعلق بفلسطين والمتفقة بين الفتحاوي والحمساوي، ومثلا سر مثلا اختفاء قصيدة أخي جواز الظالمون بدأ من ديوان. نعم تفضل. يعني أجدد الشكر لكم، يعني أن التقيت اليوم بالدكتور صابر بعد لقاء اسطنبول منذ سنوات، فيعني الأستاذة نجلاء والمؤسسة الكريمة لكم الشكر. حقيقة ما تفضل به الدكتور صحيح، ونحن بحاجة ماسة إلى الإطلال العميق والشاملة على كثير من هذه الرسائل التي تحدثت وكتبت عن فلسطين في الشعر السعودي والمصري وغيره. وأنا إن شاء الله سألتقي بالدكتور لأستفيد من علمه وملاحظاته واقتراحاته. إحنا أسسنا بيت فلسطين للشعر في 2009 والحمد يعني لا في دمشق
في 2009. وكان أول مؤتمر شاركنا فيه كان بشهر نوفمبر 2009 مؤتمر البابطين في القاهرة. فلدينا موقع إلكتروني بالعربي والإنجليزي وشاركنا بمؤتمرات، لدينا إصدارات، ونسعى إن شاء الله بعد ما حدث معنا في دمشق أن يكون الآن استقرارنا. الآن أخذنا مقر في مصر، وإن شاء الله سيكون تواصلنا مع الأدباء في مصر بشكل أفضل. أتفق تماما مع الدكتور صابر في موضوع الشاعر الراحل علي محمود طه. حينما كنت أبحث في موضوع الشعر استغربت، وحتى عاتبني بعد أن اخترت قصيدة أخرى للشاعر علي محمود طه في ديوان العودة، فقال لي أخي جاوز الظالمون المدى هي أشهر. قلت له لم أجدها، وبحثت 3 مرات وأنا أنقب عنها تنقيبا في الديوان فلم أجدها. ديوان فلسطين في الشعر العربي عرضنا طرقنا أبواب مؤسسات كثيرة للأسف بمشاريع أقل كلفة، وللأسف هناك صدود من المؤسسات الثقافية الثرية. للأسف هناك مشاريع بعضها مهم وبعضها غير مهم، وكنا نطلب منهم أي شيء مضمون، يعني ما تتاح له أنفسكم من تثبيت المشروع أشرفوا عليه من الألف، يعني بالطريقة التي تناسبكم. حقيقة توقف وصلنا آخر شيء إلى موسوعة شعر فلسطين، ولكن توقفت بسبب ظروفنا في دمشق. نرجو أن يطلق في 2013 بإذن الله. تراجع الاهتمام والمكرور في موضوع الشعر، حقيقة نسعى من خلال بيت فلسطين للشعر أن تأخذوا بأيدينا كما نأخذ بأيدي عدد من الشعراء. والأستاذ عبد الرحمن حقيقة شرفنا بالتعاون معه في المجلة وبيت فلسطين للشعر، ونتمنى أن يكون هناك دور حقيقي وفاعل، لأنه حقيقة يعني تحدثت أنا مع الأستاذ عبد الرحمن نريد شكل أيضا جديد وأفكار جديدة لجذب الناس. وكنا عن طريق الكاريكاتير نضع حموم المثقف بالكاريكاتير، وهذا هذه من الأفكار الحمد لله التي وجدت قبولا على مواقع الفيسبوك لبيت فلسطين للشعر والموقع الإلكتروني. نعم أستاذ عبد الرحمن. بس يعني تقول برضه في دمشق من 3 سنوات دمشق من 2009 واستضافت مؤسسة فلسطين الثقافية. نعم. الدكتور جمعة الأشقر. الدكتور أسامة الأشقر. نعم. واستضافوني في دمشق. نعم. وفي قناة القدس الفضائية عملت 4 أو 5 حلقات أو على ما أذكر يعني. ما شاء الله. ورحنا بيت الأمة وكذا كذا، وكان إن شاء الله اللقاء برنامج قناتي. أيوة شوية افتكرت والله. فأشكر عمر وأشكر الدكتور أسامة وهذا البيت العظيم يعني. على كل دكتور صابر، يعني اقتراح البابطين والعويس والمؤسسات هذه نحن طبعا نتمنى أن يتبنى. نعم. نعم. يعني هذه أمنية عندك وعندي وعند الأستاذ سمير. والله الشيخ عبد البابطين عبد العزيز عنده استعداد يعني، بس عايز حد حقيقة عامل دور 3 أجزاء. نعم. إن شاء الله عنده استعداد كامل يعني. البابطين يعني بعض ضيوفهم روى لي شيئا يعني يشجع الشعراء أن يستمروا. هي أمسية جوية، كان عنده في إسبانيا أمسية، فجاءت طائرة من القاهرة وأخذت مجموعة من الشعراء، فعملت ستوب توقفت في بيروت، وأخذت الشعراء الذين تجمعوا في بيروت الرئة الأخرى للثقافة العربية، وفي الجو إلى أن وصلوا إسبانيا أو الأندلس كانت هناك أمسية جوية، يعني الفتاة. نعم الفتاة. على كل أنا أدعوكم جميعا لتوصيل ما تريدون لبيت فلسطين للشعر، والأستاذ سمير هو عمدة هذا البيت، وأدعوكم لتوصيل كل ما يمكن أن نقدمه في نقاشاتي مع المثقفين والشعراء في برنامج على زناد الكلمة. على كل الدكتور في حواره في السعودية عندما قال له أنت القديم، يعني بعض الناس يقول لك أنت تنتمي للقديم فقط، والأصل أن تقول له أنت لا ماضي ولا حاضر ولا مستقبل له ولا مستقبل. على كل بالنسبة للفظة الفتحاوي ذكرتها في معرض المدح، وكان الجواب واضحا في النص الذي كتبته من أجله هذا الشاعر. فقلت
وحين ينشطر الصفر بين من يتقاسمون الوجع والاحتلال، ومع ذلك فهم يفتتحون بازارا للوجع والطعنات على جدار الوهم. المحتل يحاول أن يقنع أخوة الأم بأن تملق حليب إخوة الرضاعة ملحا وجرحا، فلم أقلها انتقاصا. على كل هذا ما أريد أن أقول. طيب هناك مداخلة من الأستاذ الشاعر الأستاذ ناجي بيشا. طبعا أنا مهتم بالشأن الفلسطيني لأن أنا في العريش، وكنت مسؤول عن الفلسطينيين العالقين أيام ما كانت إسرائيل رافضة يدخلهم، أنا كنت مسؤول عن الإعاش بتاعهم. فالمهم عايش معاهم، عشت فترة، قعدوا معانا فترة. طبعا ثقافتنا متجاورة، ولكن في حالة حضرتك قلت يا أستاذ عمر أن الثقافة أبقى من السياسة، ولذلك أنا قلت للدكتور صابر عرب اللي هو وزير الثقافة ساعة ما حب يستقيل، قلت له إياك يا دكتور أن تسيس الثقافة، نحن نريد أن نثقف السياسة، لأن الثقافة هي آخر جدار وحائط صدر العرب الآن، هي الثقافة. وكان العرب يقول ثقفت الرمح، يعني سويتك وعدلتك. والثقافة كلتشر، والزراعة كلتشر. كلتشر دلوقتي؟ نعم كلتشر. وزي ما الزراعة محتاجة تربة صالحة وبذرة صالحة ومناخ صالح، نفس الثقافة محتاجة كده. جميل. يعني ممكن يكون مبدع كويس ولكن التربة غير صالحة. ممكن يكون البذرة صالحة والتربة صالحة والمناخ العام غير صالح. فازاي احنا بقى بالنسبة أقول حاجة من العريش. هناك مخاوف شديدة جدا، يعني بالرغم من ان الناس تحب فلسطين جدا وهم اهل وفي تزاور والعائلات متقاربة والقبائل متشابكة، ولكن خوف شديد جدا انهم عايزين يقعدوا على الحدود. طيب طبعا ده موضوع سياسي. انا عايز المثقف ما هو دوره في تغيير المفهوم، لان بره يقولوا اري ويل اديوكيتد، يعني هل تربيت جيدا، يعني هل تحول ما تعلمته الى سلوك. انا تعلمت هل حولتها لسلوك الناس تفهمها. دي دور المثقف. دايما المثقف بيبقى عنده نوع من انواع التردد لانه عنده ابعاد مختلفه، لان المثقف دايما في تردد، بينما الغبي متاكد، لانه في رايي الغبي متاكد لان هناك بعد واحد هو شيء يملك اليقين الغبي، انما الذكي يقول لك ممكن هناك بعد اخر ما مش عارف. بالنسبه للغربه والاضطراب المثقف، هو الامام الشافعي لو كان جاي من فلسطين وكان بيقول سافر تجد عوضا عمن تفارقه وانصب فان لذيذ العيش القروي اني رايت ركوب الماء يفسده ان سال طابع وان يجري لم يطب. والانسان لما يكون مثقف حقيقي بينقل فكره لاي مكان افضل من الناس تجيب. يعني كانوا العراقيين يقولوا اللي ما يجي وياك وياك هو مش جاي وقت روح له انت، انقل له انت فكره. ولذلك الاسلام انتشر مش بالثقافه لا بالتجار والسلوك. اشكركم وانا بحييكم وريت. طيب اتفضل يا استاذ سمير. ما هو دور المثقف في سؤال ثاني؟ هم فضلوا ان يجيبوا سؤالا بسؤال. اتفضل يا استاذ سمير. ما دور المثقف في تغيير المفاهيم السائده يعني؟ ورأيك في تثقيف السياسة وألا نسيس الثقافة؟ الحقيقة بوضوح وشفافية ما تفضل به الدكتور عمر والأستاذ ناجي هذا هو الأصل، لكن الواقع ليس كذلك. في خلال 11 عاما من العمل النقابي الفلسطيني حاولنا، أو أقول حاولت مع ثلة ونخبة من الإخوة المثقفين والأدباء والشعراء في دمشق أن يكون لنا صوت، ولكن كان صوت الكوتا الفصائلية هو الأغلب. هناك أحزاب وهناك اتفاق سياسي، ويجب أن يكون هناك للأمانة العامة للفصيل الفلاني فلان وفلان وفلان وفلان.
أنا أتفق مع الدكتور عمر والأستاذ ناجي وأن الثقافة وثوابتها والدور المنوط، وأتفق مع الأستاذ ناجي بما قاله لوزير الثقافة، ولكن أنا أقول إن الواقع الثقافي بعيد عن هذه الأمور. دائرة الثقافة والإعلام في منظمة التحرير لا نسمع صوتها إلا حين يكون هناك مماحكات فصائلية. إذا أصدرت جامعة في غزة قرارا بضرورة أن تحتشم الفتيات في ملبسهن، تخرج وتقوم من مرقدها فجأة. وأنا لا أريد أن يكون هناك تحجيم أو تقييد أو أن لا يكون لها دور أو رأي. هو حر وله الحق أن يقول رأيه، ولكن أنا ابن فلسطين وابن الأمة وابن هذه القضية، من حقي أن أسأل أين كنت في كثير من القضايا وفي كثير من المواقف وفي كثير من المحطات. تعال ولتناقش وتصدر بيانات كما تريد، وفي كل القضايا فلنتناقش، ولكن لا تكون مجيرة سياسيا ولا تكون موظفة هذه المواقف للمماحكات ولانتصارات مؤقتة هنا وهناك. أنا أبحث عن دور حقيقي للمثقف، أي مثقف، المثقف بكافة ألوانه الفكرية. وأنا أقول هذا الكلام بكل صدق، لأن الكوتا السياسية حقيقة أضرت بالجميع وأضرت بالحالة الثقافية وجعلتها مياها راكبة في هذا الموضوع. الكلام كثير والموضوع أكثر. شكرا أستاذ ناجي ثقافتك حول المثقف. طبعا البعض يريد المثقف أن يدور في فلك السياسي وأن يكون تبعا. في تونس بعض ضيوفي يعتقل بتهمة الغياب عن الوطن، والآخر اتهم واعتقل بسبب البقاء في الوطن، وكل مثقف له تهمة جاهزة. لا يوجد مثقف في تونس في العصر البائد إلا وكانت له زنزانة أو تهمة أو ما شابه ذلك. دور المثقف للأسف أنا أؤيد الأستاذ سمير أنه مصادر ومعتقل دوره بسبب أنه الثورة الشاملة تحتاج إلى تغيير في كل شيء. وكان قبل أن نصعد إلى هذه المنصة بعض الأساتذة الكرام يصرخ على ثقته على موضوع المصطلحات. حقيقة نحن عندنا فوضى في موسوعة المصطلحات وفي توجيه المسميات. الأسماء موجودة لكن المسميات ليست في مكانها أحيانا، وكثير منا يدرس شيء ويعمل في شيء آخر. طيب، أما الجانب المشرق لهذا الموضوع يجب أن تكون الأمور في نصابها، ويجب أن ندور حول الثابت وليس حول أن نطمئن إلى الثوابت بيننا والقواسم المشتركة التي نتفق عليها أو يتفق عليها المثقفون إذا كنت أنا منهم. يوما ما كان لي صديق من ساحل العاج، كوت ديفوار، ايفري كوست، سموها بأسماء كثيرة، كل مكان له ساكس بيكو. في يوم من الأيام كنت في مؤتمر في أبو ظبي، وكان حوار ساخن وصل إلى مشادة كلامية شديدة بين جون ميجر رئيس وزراء بريطانيا و بنجامين بربارا مستشار كلينتون. بنجامين مؤلف 42 كتاب في الديمقراطية، وآخر كتبه التي في ذلك الوقت عندما كنا في المؤتمر اطلعت عليها كتاب حول ماكدونالدزم مقارنة بالجهاد الإسلامي. يقارن بين ظاهرة مطاعم ماكدونالدز بالجهاد، كيف تفترس الأسرة العربية